يتعمق العجز المالي لصندوق التقاعد في الجزائر بعد أن تضاعفت بأكثر من 8 مرات في 10 سنوات، وسط مخاوف من ضياع مستحقات نحو 3.9 ملايين شخص. وكشفت الموازنة التكميلية للعام الجاري عن تسجيل صندوق التقاعد عجزا يفوق 720 مليار دولار، مليار دينار، حوالي 5.2 مليارات دولار، مقابل 680 مليار دينار العام الماضي، ما دفع الحكومة لاقتراض 500 مليار دينار من الصندوق الجزائري للاستثمار للعام الثالث على التوالي لسد العجز. واضطرت الحكومة لاقتراض مبلغ مماثل العام الماضي لضمان معاشات المتقاعدين، مع اللجوء لحل آخر لأول مرة، وهو ضخ 3% من الجباية النفطية التي تشهد انتعاشا مع تعافي عائدات النفط في الصندوق التقاعد، هو ما يمثل 64 مليار دينار، فيما يبقى تمويل العجز المتبقي والمقدر بحوالي 156 مليار دينار مجهولا حتى الآن. وحسب البيانات الصادرة عن صندوق التقاعد التي اطلعت عليها، فإن عدد المستفيدين من استحقاقات التقاعد يبلغ نحو 3.9 ملايين شخص، في حين يبلغ عدد حالات التقاعد الجديدة سنويا 50 ألف شخص. وحسب الأرقام، فإن النفقات صندوق التقاعد تبلغ 1.22 تريليون دينار سنويا، حوالي 9 مليارات دولار، مقابل إيرادات لا تتعدى 500 مليار دينار سنويا. وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد رفعت في مايو أيار الماضي معاشات التقاعد بمعدل يتراوح من 3% إلى 10%، وذلك بالاعتماد على مبلغ المعاش بأثر رجعي يعود إلى نفس الشهر من العام الماضي، بتكلفة تبلغ إجمالها 40 مليار دينار، فيما جاءت الزيادات هذه المرة لصالح ذوي المعاشات الضعيفة، عكس ما طبق سابقا من زيادات موحدة لكل المعاشات.